مساء الفل عليكم. حد شايف وشي؟ حد واخد باله مني؟ حد يعرفني؟ هو ده حالنا. هنمشي كده طول ما احنا بنشجع نادي الزمالك، هنمشي كده متخفيين. عارفين ليه متخفيين؟ ولا ظاهرين عين ولا ظاهرين اي شيء. هنطلع ماشيين كده. ليه ماشيين كده؟ ماشيين كده عشان النادي بتاعنا بقى نادي الفضايح، نادي المشاكل، نادي الحوارات، نادي الجرثومة. للأسف أنا زعلان وأنا بقول الجمل ديت. أنا متضايق وأنا بقول جمل زي دي كده على أكبر نادي أنا بحبه، على أكبر نادي أنا ببسط منه، على أكبر نادي هو مصدر فرحي، على أكبر نادي بيمثل لي في حياتي كلها وفرحي وسعدي وكل شيء. لكن احنا مضطرين نمشي كده عشان ما حدش يشاور علينا ويقول لك الحق ده زملكاوي، الحق ده زملكاوي. النهارده كلمة زملكاوي بقت عيب. كلمة زملكاوي ما بقناش نلحقها لا من مجلس الإدارة ولا من لعيبته. كلمة زملكاوي النهارده بقى بتجيب وراها الشتيمة. نادي الوطنية والكرامة الناس حولوها الأهلاوية لنادي حاجة تانية كلنا عارفينه. نادي ايه ونادي ايه؟ لما رئيس مجلس الإدارة طلع بكل فخر واعتزاز واتكلم على لعيبته وقال ان لعيبته بتشرب ولعيبته هربت من كده. لحقنا نفوق؟ ما لحقناش. دخلنا في موضوع ألعن وحاجة فضيحة، حاجة عيب ان الواحد يطلع يتكلم عليها. لما لعيبة كرة قدم نادي الزمالك وعندهم مباراتين مهمين جدا زي مباراة بيراميدز بكرة ويوم السبت مباراة الأهلي، ويطلعوا لعيبة بكل عدم الاهتمام وقمة قلة الأدب وقمة الإحراج اللي مش قادر أنطق اسمها، لعيبة كورة تطلع وتصور نفسها وهي بتعمل حاجات تعجز اللسان إن ينطق عليها. يعني كلام لما الحريم بيقولوه بيتكسفوا، ما بيقولوهوش. الحريم من العادي عندهم إنهم يعملوا الحاجة ديت، بيتكسفوا، ما بيقدروش يتكلموا. عيب. اهو ما انا كراجل اللي ما ينفعش ان يحصل اصلا اطلع واقول انا بعمل 1 2 3 يخرب بيت فضحيه. والله احنا عندنا مدير كرة، احنا عندنا مجلس اداره، احنا عندنا اي حاجه؟ احنا ما عندناش اي شيء. احنا هنمشي كده، هنمشي متخفيين عاملين عينينا كده، محدش يشوفنا، لان اللي هيشوفك هينادي عليك يقول لك الحق الزملكاوي اللي لعبته بتعمل 1 2 و3 و4. بدل ما فرقة ترفع راسك وتخليك قوي وتخليك تمشي كده وتقول الزملكاوي بطل الدوري، بطل افريقيا، بطل الكاس، بطل 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 بطل، النهارده بيقول لك الزملكاوي اللي النادي بتاعه بيشرب، اللي النادي بتاعه بيشرب مش عارف مين، اللي النادي بتاعه لعيبته بتطلع زي محمد صبحي ومصطفى شلبي. منك يا شلبي وما قلبك يا شلبي وصفقتك الفاشله يا شلبي لما تطلع تفضحنا. والباشا التاني عبد الله جمعه اخو صالح جمعه وكلنا عارفين التاريخ، تطلع وانتوا بتعرضوا على العلن كده قبل مباراه مهمه ولكن في ظابط ورابط، ولكنكم فاتحيننا في الدوري، ولانكم عاريننا في الدوري، ولانكم لعيبتكم النهارده بالتالي ان الفريق كله من ساعه لما خلص الصنف والمستوى بقى نزل، تطلع وتصور نفسك وتطلع على الستوري وانت بتعمل كده. يا نهار اسود، انا النهارده مش عارف اطلع اتكلم. لازم اطلع بالمنظر ده. احنا كزملكاويه هنطلع بالمنظر ده مدارين عينينا عشان ما حدش. وبتاعت الزمالك ديت اللي هي تحت دي كده والمفاتيح بتاعتي وكل شيء تخص الزمالك، داري يا عم، داري يا عم. اللي يقول لك اصل النادي كذا تطلع تجيب منين؟ مش هتجيب حاجه من بره. هو ده نادي الزمالك. هو نادي الزمالك ده قبل اي مباراه مهمه في وسط المستوى المتدني اللي بيحصل ده كده لعيبته بتقدم اسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل في تاريخ الكره المصريه. ان لعبتنا لا مؤاخذه، لعبتنا ايه؟ لا مؤاخذه. عيب. انا راجل متربي، عيب ان انا اطلع اقول ان لعيبه نادي الزمالك بتعمل كده. بتعمل ايه؟ مش قادر انطقها. ليزر؟ بتلعبوا ايه؟ بتلعبوا بالليزر ولا بتعملوا ايه بالليزر؟ الله يفضحكم. اذا بوليتوا فاستتروا. طب انت وافقت وعملت حاجه زي كده، اعملها في الدرع يا عم. انت راجل نظيف؟ ماشي يا عم النظيف. انت راجل حلو؟ ماشي يا عم الحلو.
ما تفضحناش الله يفضحك. لما تبقى ما تمثلش نادي كبير زي نادي الزمالك ليه قاعده ملايين بيشجعوه وتطلع تفضحنا الفضيحه ديت، مستني مننا ايه؟ مستني مننا دعم؟ ابسمع واحد زملكاوي يقول لي دعم. الدعم مفيش دعم، احنا نطلع متداريين كده، هنطلع عاملين كده عشان محدش يعرفنا. انا الراجل اللي محدش يعرفني، انا ايه انتمائي معرفش. انا فكرت ان انا اغير الصوره بتاعت البروفايل، بس ايه انا ايه ذنبي؟ ايه ذنبي ان انا اغير الصوره بتاعت البروفايل؟ ايه طلعتونا كده، هتطلعونا المره الجايه ازاي؟ متحجبين عشان ان احنا زملكاويه؟ فضحتونا الله يفضحكم. مش عارفين نعمل نقول ايه، مش عارفين. احنا تحولنا الصفحه بتاعتنا، مش بنتكلم على الامور الكرويه ولا اننا بقينا نتكلم على امور صعبه. ازاي فرقه عندها مباريات مهمه تقدر تبني عليها الموسم كله تطلع يعملوا بالفضيحه ده، تطلع تعمل فضيحه انك تطلع تعمل حاجه زي كده وتطلع تذاعها على العلن وتنزلها على الستوري. انت بتمثل مين؟ بتمثلوا مين؟ الله يفضحكم. هل احنا ما بنمتلكش مدير كرة؟ هل عشان مدير الكرة اللي بيشرف على الكرة هو ابن رئيس النادي لا ليه ضابط ولا رابط؟ هل هو ده السبب؟ الله اعلم. بس بصراحة كابتن امير مرتضى منصور اذا كان هو كابتن اصلا من كتر ما هو اتنفخ نسى الشغل، وهنطلعه غرامة 300,000. قسما بالله الغرامة دي ما هتطبق، ولا من زملكاوي ومتاكد من حاجه زي كده بتحصل في النادي عندنا. الحاجه دي عمرها ما هتطبق ولا هتحصل. ولو احنا كسبنا مباراه الاهلي او كسبنا بيراميدز هيدوا له مكافآت يضيعوا كده، او على الاقل ما يدومش المكافآت ويقول لك ان هم عملوا كذا. هو ده نادي الزمالك، نادي الفضايح. قبل مباراتين مهمين يطلع مننا الكلام ده يدل ان اللي جاي اسود. وصدقوني لا جمهور الزمالك ولا الجمهور في الملعب هيرحم اللعيبه او انصاف اللعيبه او اللعيبه اللي حطت نفسها ولبست تيشيرت نادي الزمالك تستحمل. لانها لما تلبس تيشيرت نادي الزمالك يبقى لازم تحترم الزمالك وتحترم جمهوره وتحترم الناس الملايين اللي بتشجعه. احنا مش هندفع ثمنكم ومش هندفع ثمن الاهانه اللي انتوا بتعملوها لنا. احنا مش عارفين نبص في وش حد اهلاوي وهو بيقول علينا نادي الحلاوه. سامعني يا حلاوه؟ هو ده نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي طلعنا النهارده متخفيين. نادي الزمالك اللي طلعنا متخفيين ومش عارفين نناقش مع حد اي كروي. هتقول له ايه؟ هتقول له انتوا نادي ولا نادي ايه بالظبط؟ لا بينا نتكلم في كوره ولا بنتكلم في حاجه زي كده. وللاسف اللي بنشيل الليله كلها لفريرة. واضح ان فريرة زينا مظلوم. واضح ان فريرة زينا برضه هو نفس الطريقه مع لعيبه انصاف لعيبه مش رجاله ولا محترمين التيشيرت بتاعهم ولا حتى محترمين رجولتهم، واحنا اللي بندفع الثمن. لكن احنا هنصبر وهنسكت ومش هنتكلم ومش هنزود في الكلام اكتر من كده انتظارا للمباراتين الجايين. حتى لو كسبتوا المباراتين الجايين، مباراه بيراميدز ان كسبتوا النادي الاهلي، كسبتوا النادي الاهلي اصلا بالطريقه اللي بيحصل ديت، يبقى فكروني ان نطلع نسلخكم واحد من ارض الملعب. لان احنا اللعيبه اللي ما تمثلش نادي الزمالك ولا تعرفش قيمه تيشيرت نادي الزمالك ما نتمناش ان هي تكون موجوده ولا بتمثلنا حتى لو كنت هتخلينا ناخد كاس العالم. تعالوا اتفرجوا النهارده على الرعاه، 4 رعاه للنادي الاهلي، 4 للنادي الاهلي بقيمه مليار جنيه. وانت اللهم شركه النيل للتطوير العقاري ب 200 مليون جنيه. هو ده مستواك. عارف ليه؟ لانك بتختار لعيبه لا عندها قوه ولا عندها كرامه ولا مركزه في كره القدم. ده حتى مصطفى شلبي اللي مع كل الاحترام للاصل اللي هو جاي منه نسى لما جه الفلوس وبقى بيلعب في نادي زي نادي الزمالك ما قدمش ببصله ولا بالفلوس اللي هو خدها كوره ولا قدم حاجه زي كده. ده بالعكس، ده بيطلع بيتباهى بحاجات قذره ما ينفعش حد يطلع يتكلم عليها. ولا هو ولا محمد صبحي اللي بقى جليس الدكه، ولا عبد الله جمعه اللي بقى له 2 3 محسوب علينا لعيب وما بينزلش يلعب وجسمه عمال بيتخن وحاجه تقل القيمه، ولا فتوح اللي عمل مشكله، ولا ومين بيدفع الثمن؟ هو احنا. انا قلت من فتره
وانا عند كلامي انتظروا الفضايح في نادي الزمالك باللي بيحصل دوت، بعدم وجود ضابط رابط، بعدم وجود مجلس اداره قوي اللي احنا كنا متوسمين فيه الخير، بعدم وجود اي شيء قوي جدا بيحصل في نادي الزمالك، بوجود مدير كره ضعيف جدا زي امير مرتضى منصور كلها عنجهيه ومحدش بيطلع بيتكلم، بعدم وجود اي قرارات قويه في نادي الزمالك هيخلي كل الزمالكيه يطلعوا متخفيين. الزمالك هيطلعوا متخفيين عشان ما حدش ينادي عليه يقول لك ويشاور عليه يقول لك ده الزمالكاوي اهوت، الزمالكاوي اللي لعبته بتعمل مش عايز اقول يعني لفظ وحش قوي ان انا اقوله بصراحه يعني، لولا الواحد يعني محترم نفسه شويه كان قاله، بس انا مش هتكلم يعني. هنسيب نستنى لحد مباراه بكره، مباراه بيراميدز، نشوف الفضيحه اللي ان شاء الله ناخدها باذن الله، واتمنى ان يحصل فضيحه عشان اللعيبه ولعيبه انصاف اللعيبه ديت تروح في 60 داهيه، او مباراه كبيره جدا يوم السبت الجاي مع النادي الاهلي اللي متوقع زي ما طلعنا النهارده متخفين عشان ما حدش يشاور عليا يقول لك الزملكاوي اهو. مش هنطلع اصلا، نطلع نحط شاره سودا كده ونقول حداد لحد ما نلاقي رجاله تدير النادي ونلاقي لعيبه بتدير النادي ونلاقي بقى اي حد يدير النادي. واحنا ابو 200 مليون، ابو 200 مليون في نادي الزمالك لا عمر حد هيعبرنا، لان لعيبته هي اللي فاتحاه. نادي الزمالك من اسوأ لاسوأ، نادي الزمالك بيواصل كل المستويات السيئه، نادي الزمالك زي ما خلى جمهوره النهارده بيطلع متخفي ومش عايز حد يشوفه عشان يقول لك الزملكاوي اهو. نادي الزمالك بعد كده مش هتلاقي حد موجود على السوشيال ميديا حد بيشجعه ولا بيأزره ولا بيدعمه، لان لو سمعت واحد من زملكاوي بيقول لي ادعم هقول له لا انا مش دكتور ولا انا جراح عشان ادعم نادي اسمه نادي الزمالك، لان اصلا القايمين على الكره ما بيدعموش. القايمين نفسهم على الكره، حتى السوبر الافريقي اللي احنا كنا متوقعين ومتوسمين فيه خير ان يبقى موجود معانا وان احنا هنشارك في السوبر الافريقي وناخد فلوس ونحس بينا الدنيا، الاربع فرق الكبار التصنيف الوداد الرجاء الاهلي مش فاكر مين الرابع، ايا كان مين الرابع صن داونز ولا ايا كان، احنا كمان مش موجودين ولا هيبقى موجودين. فعلا مصطفى شلبي من عيله صعيديه للاسف، للاسف والله انا مش عارف هو ايه اللي حصل له، ايه اللي حصل له. الفلوس وعدم وجود ضابط ورابط. اقول لك على حاجه وبامانه قسما بالله العظيم يا جدع، تحس ان النادي الاهلي كل اللي بيخش النادي الاهلي في ثانيه بيتغير، في ثانيه بيخش على اللاين، في ثانيه ما بيحصلوش اي شيء. الناس بتبقى عارفه داخله من هو على باب النادي، عارفه ان في منظومه قويه، عارفه ان في نظام، عارفه ان في مجلس اداره، عارفه ان في كلمه هتتقال، عارفه انك لو خرجت من الباب ده مش هترجع تاني ولا هتلعب كوره تاني في اي نادي تاني، هتبقى زيك زي اي لعيب موجود في مصر. للاسف لكن احنا عندنا. هل مصطفى شلبي كان يقدر يعمل الحركه دي لو راح للنادي الاهلي زي ما كانت امنيته وهو اهلاوي؟ هل هو كان يقدر يعمل حاجه زي كده؟ كان يقدر؟ عمره ما كان يقدر. لكن احنا عندنا يقدر، لان احنا عندنا همبكه، هيزعل مرتين، هيتضايق، هيحصل مش عارف كلمتين، ومع اول فوز مع اول شيء الدنيا هتختفي وكل حاجه هتختفي وكأنك حاجه ما حصلتش، والغرامه اللي هو خدها راحت وهلم جره. يا ترى الفضيحه الجايه هتكون ايه؟ نادي ايه تاني بعد ما يبقى نادي ونادي ونادي ونادي؟ يا ليزر انا اسف ان انا انفعلت، بس فعلا الواحد فعلا مش لاقي حاجه يعبر عن اللي جواه غير بالطريقه ديت، ومش لاقي طريقه يطلع بيها للناس يتكلم بيهم غير الطريقه ديت، ان هو يبقى متخفي عشان وجود ان انت اصلا زملكاوي، وانك زملكاوي وانك بتشجع نادي الزمالك وبتنتمي نادي الزمالك النهارده بقت جرثومه بسبب لعيبته، مش بسبب اسم نادي الزمالك. اسم نادي الزمالك اسم كبير قوي قوي قوي، اكبر من القايمين على نادي الزمالك، اكبر من اللعيبه اللي بتمثل نادي الزمالك. لكن للاسف في بعض السفهاء اللي الحظ والتوفيق ساعدهم ان هم يلبسوا تيشيرت نادي الزمالك ويمثلونا، هم اللي بيهونونا في الوقت الحالي. مع السلامه.